يا مساء الفل عليكم احلى اخوات ومتابعين. جايلكم النهارده بوصفه حلوه جدا سهله قوي، مش هتاخد مننا اكتر من 10 دقايق، هتلاقي نفسك عملتي صنف حلو. ولا احلى ولا اروع من كده. جربي الطريقه دي بطريقتي، هتعجبك جدا وهتعتمديها باذن الله. عملنا قبل كده وصفات بالجلاش، الجلاش التركي، ونجحت جدا وعجبت الناس وكانت طعمها خطير. النهارده باذن الله هنعمل معاكم وصفه تانية من الجلاش برضو سهله جدا ولذيذة، ومنتظرة كده في الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي ان انتوا جربتوها وايه رأيكم فيها. تمام كده، ما تنسناش بقى من كومنت حلو زيك، وحطوا لايك وشير للفيديو يا جماعة، علشان ده طبعا بينجح الفيديو، وده طبعا دعم منكم لينا وتشجيع ليا، عشان اقدر طبعا ان انا اكمل ده لو عجبكم طبعا وصفاتي. طيب تعالوا كده بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا جبت لفة من الجلاش، يفضل طبعا ان انا هنا في الوصفة دي استخدم الجلاش اللي هو الطازة، اللي احنا بنجيبه من عند اي حد حلواني. تمام كده، بلاش بتاع السوبر ماركت. جبت كده صينية معايا مقاس 40 في 40. الصينية دي كانت كبيرة فاخدت مني لفتين من الجلاش، يعني كيلو. لفة الجلاش بتكون حوالي نص كيلو. تمام كده. فدي عشان كبيرة اخدت مني لفتين. انت طبعا لو بتستخدمي صينية اصغر من كده استخدمي لفة جلاش واحدة بس، ولو صينية مدورة هتستخدمي برضو واحدة بس. تمام. بصوا هنا اخدت كده ورقتين من الجلاش، طبقتين بالظبط، ولا بدهن ولا اي حاجة، ولا هدهنه ولا حاجة. هبتدي اخد الطبقتين والفهم زي ما انتوا شايفين كده، كأني بعمل مروحة. عارفين زمان لما كنا بناخد ورقة ونعملها مروحة؟ بالظبط كده نفس الحكاية. اقعدي بقى استعيدي ذكرياتك بتاعت زمان واعملي مروحة على قد ما تقدري. بصوا اهو، ممكن تعملي تنايات كده زي انا عاملاها طبعا كده تنيات عشان تطلع متساويه وتطلع بنفس الشكل. انت طبعا تقدري تكشكشيها كده بايديكي وهي هتتضم معاكي وهتطلع شكلها برضو حلو جدا. اي شكل عشوائي هنا هتعمليه هيطلع معاكي ولا احلى ولا اروع من كده. تمام. بصوا هنا انا ماشيه معاكي واحده واحده برضك، عشان خاطر لو حد مش عارف شكل المروحه بيتعمل ازاي، اهو انا ماشيه معاكي واحده واحده. بصي بتنيها من هنا وبرجع العكس اتني من الناحيه التانيه. طيب هنا انا زي ما انتم شايفين هعمل الكميه كلها بالمنظر ده، وبعد كده هبتدي ارصها في الصينيه. دهنت الصينيه من في البدايه خالص دهنه كده من السمنه. وبعد كده هرص بقى كميه الجلاش بتاعتي اللي انا كشكشتها دي كلها. تمام. هرصهم كده، وهنا انا بدات طبعا كنت مستخدمه لفه واحده، وابتديت الاحظ ان هنا اللفه ما كفتش معايا، عشان كده قلت لكم هستخدم لفه تانية من الجلاش. تمام. طبعا ده بيرجع لحجم الصينيه بتاعتك. كده انا كنت خلصت كل الكميه بتاعتي ورصيتها اهو في الصينيه كلها بشكل واحد، كلها متساويه. هنا بقى هاجي اجيب معايا نص كوبايه من السمنه، انا استخدمت سمنه بلدي. يا دوبك كده بس سيحتها على النار، وهبتدي بقى ادهن، بس مش هدهن كده دهنه عاديه، انا هدهن واشربها كويس جدا. يعني انا ده نص كوبايه، حاولوا تستخدموه كله ما توفريش منه حاجه يعني. تمام. علشان انا محتاجه ان الماده الدهنيه دي تتغلغل كده وتدخل في الطبقات دي، علشان هي دي اللي هتعمل لي القرمشه وهتخليها مورقه اكتر. تمام كده دهنتها كلها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هدخلها على فرن سخن على درجه حراره 200 لغايه ما تاخد اللون الذهبي، هتقعد تقريبا ربع ساعه. تعالوا بقى هنا نعمل السائل بتاعنا. جبت كده بيضه وحبه بيض وكوبايه من الحليب وقلبتهم كده مع بعض. تمام. هجيب كمان معايا نص معلقه من الفانيليا، وهقلب كله مع بعض. وهنا كان المفروض ان انا احط معلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، بس انا كنت نسيت. انت ضيفيها، ضيفي عليهم، يبقى بيضه، كوبايه حليب، معلقه بيكنج باودر، وفانيليا. تمام. وهبتدي بقى اطلع الجلاش بعد مرور ربع ساعه، كان اخد اللون الذهبي التحفه ده. بدات انزل بالسائل بتاعي، وهنا زي ما قلت لكم ان انا كنت نسيت اضيف معلقه البيكنج باودر، فاخدت شويه من الحليب وضفت فيهم البيكنج باودر وعادي خالص استخدمتهم، وعملوا برضو نفس النتيجه، وكانت النتيجه برضو ولا احلى من كده. ولكن انتي استخدميها من البدايه خالص. طيب حطيتها تاني في الفرن، وهتاخد معايا من ربع ساعه لتلت ساعه تاني في الفرن. تمام. هنا بقى كنت مجهزه معايا شربات وسط يعني وسط، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وعصره ليمونه. يا دوبك يغلي 5 دقايق بالظبط، واطفي النار واسيبه لغايه ما يبرد تماما. اذا ان انا دلوقتي معايا شربات بارد يا جماعه.
والصينيه دي لسه طالعه من الفرن سخنه جدا. يبقى هنا الجلاش سخن، الشربات بارد. هبتدي اسقي بقى كده ايه الجلاش بتاعي. عايزه اقول لكم ريحته والله العظيم تلاتة، بصوا تحفه. الريحه بسم الله ما شاء الله عليها. لو طبعا يعني اكيد في مننا كتير عارفين الطريقه دي، وفي برضو كتير مننا ما يعرفوش الطريقه دي، بس جربوها. اللي لسه ما جربهاش يجربها، هتعجبه جدا. يعني انا متاكده ان هي باذن الله هتعجبكم. انا عن نفسي دي كانت اول مره اعملها، والحقيقه ان انا انبهرت بالنتيجه وعجبتني قوي يعني. بصوا المنظر بتاعها بسم الله ما شاء الله عليها، ولا احلى ولا اروع من كده. ما خدتش مننا وقت في التجهيز خالص، كلها هو اقل كمان من 10 دقايق كنت مجهزاها ودخلت الفرن. طبعا تقدري تزينيها باي حاجه. إيه انا هنا زينتها بالفستق الكذاب، ممكن بشويه سوداني، شويه فستق، شويه بندق، اي حاجه عندك. وممكن كمان جوز هند. بصوا الطبقات، بصوا مورقه جدا ازاي. بصوا طالعه ورقه ورقه وحاجه كده، ولا احلى من كده. ريحتها روعه والله يا جماعه. لو عندك فعلا عزومه ولا جالك ضيف على سوا، هتقدري تعملي الوصفه دي ولا احلى من كده. تقدري كمان تاخدي منها جزء وتحطيه في اللانش بوكس للاطفال. مغذيه جدا طبعا، فيها حليب وفيها لبن وفيها طبعا نشويات. فهي وجبه حلوه جدا للاطفال. هتعجبكم جدا باذن الله. منتظره كومنتاتكم الحلوه. اكتبوا لي رايكم فيها. اكتبوا لي لو حابين تشوفوا حاجات من دي اعملها لكم تاني. إيه ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو وجربوها، وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم باذن الله، وبالف هنا وشفا. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يا رب يكون عجبكم.